مارسيل يا كولر، انت ازاي مش مقتنع باحمد القندوسي وازاي مشيته من النادي الاهلي؟ انت شايفه عامل ايه في الزمالك؟ شايفه عامل ايه مع سموكه كليوباترا؟ ورب الكعبه ممشي الزمالك وسموكه كليوباترا كان احمد القندوسي فشخ دفاع وخط وسط نادي الزمالك. ده عطى شويه كور لزلاكا، ورب الكعبه لو زلاكا يعني اللمسه بتاعته الاخيره حلوه، ورب الكعبه يخلص الماتش 4-1 لسموكه كليوباترا. ده عاطي حته كوبري لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد وقف السمر كان هيشتمه، عمل ايرور عبد الله السعيد. ده جايب كرة في العارضة ورب الكعبة، ده كان عامل شغل حلو قوي 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 يعني. وبعدين انت يعني مش يعني إدارة النادي الأهلي مش عايزة ترجعه ليه؟ عشان يعني قال لك الوكلاء ومش الوكلاء يا عم. هو يعني هو شتم زي ما شتم يعني إمام عاشور شتم رموز النادي الأهلي وضرب وليد سليمان، وفي نفس الوقت ايه انت سامحته ورجعته عادي، ولحد دلوقتي بيعمل مشاكل يا عم الحاج. فاهم انت؟ فيا جماعة فوق بقى يا جماعة بقى، يا عم احنا عايزين احمد القندوسي يا جماعة.